بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان النهاردة كانت درس في كرة القدم. يعني بالرغم ان انا من مشجعين ريال مدريد الا ان انا شفت ان باريس سان جيرمان النهاردة لعب مباراة كبيرة جدا، مباراة للتاريخ. بتأصل وتثبت مبادئ في الكورة معروفة. الدرس بتاع النهاردة ان الجماعية اهم شيء في الكورة، اهم من الفردية. ان الجماعيه اهم من المهارات، ان انت تبقى معتمد على المهاره. المجهود الجماعي اهم من المجهود الفردي والمهاري. ان المهاره لو ما توظفتش لصالح اللعب ولصالح الفريق بتبقى خساره كبيره جدا للفريق. يعني 4-0 النهارده بينت ان الدفاع مهم جدا في اي فريق. يعني لو دفاع ريال مدريد النهارده كان واقف صح وكان مركز، كانت المباراة كان حالها اتغير عن كده كتير. كان ممكن وصلت لوقت إضافي مثلا، كان ممكن وصلت ضربات جزاء الكلام ده. إنما بالمنظر ده دفاع ريال مدريد ضايع جدا. يعني بنتكلم إن الدفاع مسؤول مسؤولية كبيرة جدا عن خسارة النهاردة. بجانب طبعا إن الفريق كله بالكامل ما كانش في حالته. فدفاع ريال مدريد النهارده بيثبت لك مبدأ أساسي في كرة القدم، إن الدفاع أهم من الهجوم. المدير الفني ده يعني تالت حاجة. المدير الفني لويس إنريكي خبرة كبيرة جدا في التدريب، مدرب فاهم هو بيعمل ايه. انتمائه لبرشلونة خلاه ايس النهارده وداس جامد في الريال. الراجل ده فظيع، رهيب. يعني بيعرف يستغل كل نقطة في فريقه، وبيعرف يتصرف صح في المواقف كلها. مدرب مخضرم. الخبرة في التدريب أهم كتير جدا من الشباب. دي حقيقة واضحة ما فيهاش كلام. وبرضو نقطة تانية، إن الفترة الجاية في أوروبا، اللي جاي باريس سان جيرمان. الفرق كلها في أوروبا هتعاني بسبب باريس سان جيرمان الفترة اللي جاية، بما فيهم ريال مدريد.